ليه بنحس إن الوقت بيعدي بسرعة وإحنا مبسوطين؟ وليه بيكون بطيء وإحنا زهقانين؟ سؤال بسيط بس وراه أسرار كتيرة في دماغنا وطريقة إحساسنا بالحياة. وقبل ما نخش في الأسباب، في قصة حقيقية غريبة هوريكم فيها قد إيه إحساسنا بالوقت ده حاجة نسبية ومجنونة. في سنة 2002 راجل عادي اسمه جون خبطته عربية نقل. الإصابة كانت شديدة، والمفاجأة كانت في اللي حكاه جون لما صحي من الغيبوبة. قال إنه حس بلحظة الاصطدام اللي ما خدتش ثواني معدودة وامتدت في وعيه لدقائق طويلة جدا، لدرجة إنه قدر يشوف تفاصيل التفاصيل، التراب اللي طار، الإزاز وهو بيتكسر، وش السواق، وكل حاجة كانت بتتحرك حواليه ببطء شديد. عقله استوعب مليون حاجة وفكر في كل حياته في اللحظة دي. العلماء سموا اللحظة دي باسم تمدد الوقت المدرك، وده بيحصل لما نكون في مواقف خطر أو مفاجأة كبيرة. تخيلوا لحظة بسيطة جدا وفي نفس الوقت امتدت في وعيه كأنها أبدية. ده بيورينا قد إيه الوقت ده عامل زي المطاط. طب يا ترى وإيه السر وراء مطاطية الوقت الغريبة دي؟ ليه ساعة الشغل بتعدي كأنها يومين وساعة اللعب بتخلص في غمضة عين؟ لو عاوز تفهم ايه اللي بيحصل بالظبط وليه بنحس كده، عندي ليك 3 أسباب رئيسية ومهمة جدا هتفهمك اللغز ده وهتخليك تبص للوقت بصورة مختلفة تماما. 1. التركيز والانتباه. لما نركز في حاجة بننسى الوقت، ولما نزهق بنبص للوقت كل ثانية. دي أهم نقطة. لما بنكون مندمجين تماما في حاجة بنحبها أو بنستمتع بيها زي فيلم أو لعبة، تركيزنا بيكون 100% على النشاط نفسه. دماغنا مش فاضية تراقب الساعة أو تعد الدقائق. فجأة بتبص تلاقي الوقت طار. الظاهرة دي اسمها حالة التدفق. على العكس بقى، لما بتكون زهقان وبتعمل حاجة غصب عنك زي انتظار في طابور أو اجتماع ممل، كل شوية بتبص في الساعة، كل ثانية بتحسها ساعة، لأن تركيزك الأساسي في إنك عاوز الوقت يعدي. عقلك بيراقب الساعة بلهفة، وده بيخلي إحساسك بطيء بالوقت. 2. عامل الذاكرة والإشارات الجديدة. كل ما نجمع ذكريات جديدة الوقت بيطول. مخنا ده عامل زي الكاميرا، لما بتكون بتعمل حاجة جديدة أو بتمر بتجربة مختلفة ومثيرة زي سفر أو مهارة جديدة، مخك بيسجل تفاصيل كتيرة وإشارات رهيبة. الذكريات دي بتخلينا نحس إن اليوم كان طويل ومليان أحداث. المخ بيفتكر إن الزمن ده كان مليان معلومات، فبيحس إن الوقت أطول. لكن لما تكون بتعمل روتين يومي ممل ومفيش فيه أي جديد، مخك مش بيسجل أي إشارات جديدة، كل حاجة شبه اللي قبلها. اليوم بيبقى كأنه صفحة فاضية، فبتلاقي اليوم بيعدي بسرعة في الذاكرة، مفيش تفاصيل كتيرة بتتسجل، فبتحس إن اليوم كان فاضي أو قصير. 3. المشاعر والعواطف. المشاعر الإيجابية بتسرع الوقت والسلبية بتبطئه. المشاعر ليها تأثير رهيب. لما بنكون مبسوطين متحمسين أو بنحب اللي بنعمله، إحساسنا بالوقت بيتأثر بالإيجاب. المخ بيفرز هرمونات بتخلينا نحس بالسعادة، ودي بتخلي إحساسنا بالوقت يتسرع. كأن المخ بيقول اللحظة دي حلوة، خليها تعدي بسرعة عشان نلحق نستمتع باللي جاي أكتر. وعلى العكس تماما، لما بنكون زهقانين أو قلقانين أو في حاجة مزعلانا، إحساسنا بالوقت بيتمدد. في حالات الملل كل ثانية بتكون عبء ومخك بيكون واعي جدا. في حالات الخوف الشديد زي قصة جون، المخ بيفرز الأدرينالين اللي بيخليه يعالج معلومات أكتر في وقت قليل جدا، فبتحس إن اللحظة بطيئة جدا وممتدة عشان تقدر تتصرف. وبكده نكون فهمنا إن إحساسنا بالوقت مش مجرد عقارب ساعة بتلف، لا، ده متعلق بحاجات كتيرة قوي جوانا، تركيزنا، بذكرياتنا، وبمشاعرنا. الوقت كنز، وطريقة إحساسنا بيه في أيدينا إحنا. لو عاوز تحس إن حياتك مليانة، حاول تعيش اللحظة، ركز على اللي بتعمله بحب، وحاول تخلق ذكريات جديدة كل يوم. لو الفيديو ده عجبك واستفدت منه، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان توصلك كل فيديوهاتنا الجديدة اللي بنحاول فيها نفهم أغرب وأهم الحاجات اللي بتدور حوالينا. سؤال ليكوا قبل ما تمشوا، تفتكروا ايه اكتر حاجة ممكن نعملها كل يوم عشان نحس ان الوقت بيعدي ببطء واحنا بنستمتع بيه؟ سيبولنا آرائكم في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد وفكرة جديدة ورحلة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.